انت لو عميل مثلا حابب تعلى في حاجات وتوطى في حاجات وعاوز تشتغل وتبقى شايف كل حاجه وهي بتتم قدامك عشان تبقى مطمن، تلجأ لنظام نسبة الإشراف. وفي ميزة رهيبة جدا في نظام نسبة الإشراف، ألا وهي إن أنت بتبقى متفق مع المكتب أو الشركة إنك بتنفذ بند بند. طب الشركة ما عجبتكش في أول بند، بتفسخ العقد معاها فورا. أنا كعميل قبل ما يتعمل أي حاجة في الشقة أنا عارف إيه اللي هيتعمل وهيكلف كام. طيب دي مميزاتها، دي مميزاتها. أقل من 15 يبقى في إيه؟ في لعب في الموضوع، في إن في الموضوع، بس مستحيل تكفي متطلبات المهندس الموقع والاستشاري ومهندس الجودة وكل ده كله في 10%. أنت عارف الدنيا رايحة فين وجاية منين، لا هتحمل هم مصنعية سباك ولا مصنعية كهربائي غليت رخصت ولا خامة رفعت أو وطيت. طيب بكل شفافية وكل وضوح الشركة المحترمة بتقول لك أنت معاك الخيارين، يا تجيب الخامات والمصنعية يا إما إحنا نوفرهم لك ونعرفك أسعارهم قبل ما نجيبهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معاكم المهندس إبراهيم مدير مشروعات شركة المعمار الذهبي للتشطيبات. أنا جاي النهاردة أجاوب على سؤال كتير من العملاء سألوه على الواتساب وعلى التعليقات على الصفحة. كتير من الناس عمال يسأل يا باشمهندس في أنظمة كتيرة للشغل، أيهم أفضل؟ نشتغل بأي نظام؟ وهل في أنظمة صحيحة؟ وهل في أنظمة خاطئة؟ ببساطة عشان نوضح الموضوع، إن كتير من الشركات والمكاتب بيقولوا عن أنظمة كتيرة جدا، ولكن الشائع في 99% من الشركات التشطيب هم 3 أنظمة فقط اللي هم معترف بيهم، اللي هو نظام نسبة الإشراف ثابتة، نسبة ثابتة متفق عليها، ونظام نسبة الإشراف اللي هي على حسب الخامات والمصنوعية بيبقى نسبة إشراف بين 10 و15 و20 و25%. ونظام على فكرة بالمناسبة نظام نسبة الإشراف الثابتة ده هو يعتبر نظام مؤيسة يعني عموما يعني. ونظام أخير اللي هو نظام الباقات. طب أنا كعميل أشتغل بأي نظام من الثلاثة؟ أشتغل بنظام نسبة ثابتة ولا نسبة متغيرة ولا أشتغل نظام مؤيسة ولا أشتغل نظام باقات؟ خليني أوضح لك الفكرة الجوهرية بين الأنظمة كلها. لازم تفهم يعني إيه مميزات وعيوب كل نوع، لأن كل نوع له مميزات وله عيوب. أنت كعميل بناء على المميزات والعيوب انت بتقرر ايهم افضل بالنسبه لك، ولكن خلينا نتكلم في نظام نقول مميزاته ونقول عيوبه. نظام مثلا الباقات، نظام الباقات ده يعني هو نظام له مميزات وله عيوب. من مميزاته ان انت قبل ما تبدا في اي حاجه في الوحده عند حضرتك، من قبل ما تعمل اي حاجه في الوحده بتبقى عارف والله الوحده هتكلف كام. ازاي بقى؟ يعني مثلا نظام الباقات بيبقى فيه اكتر من باقه، كل باقه لها سعر معين. يعني بيبدا معانا مثلا الباقه مثلا الاقتصاديه مثلا من 4000 جنيه المتر لان توصل ل 7000 و8000 و10000. فخلينا مثلا لو احنا اتفقنا ان احنا نشتغل بباقه اللي هي سعرها 6000 جنيه والوحده عندنا 100 متر، بنضرب ال 100 متر في 6000 جنيه بيصبح ان التكلفه الاجماليه 600000 جنيه. انا كعميل قبل ما يتعمل اي حاجه في الشقه انا عارف ايه اللي هيتعمل وهيكلف كام. طيب دي مميزاتها، دي مميزاتها. انت عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، لا هتحمل هم مصنعيه سباك ولا مصنعيه كهربائي غليت رخصت ولا خامه رفعت او وطيت. طيب دي مميزات جميله جدا. طيب ايه العيوب؟ العيوب كتيره جدا. اول عيب ان انت بتستلم بشكل نهائي، ما بتستلمش مراحل تنفيذ، ما بتجيش تحاسب الشركه على كل مرحله بتتم. انت بتاخد في التوتال الشغل النهائي، بتستلم الشغل ما فيش فيه اي اخطاء تمام، ولكن ربما يكون في حاجه انت مش واخد بالك منها داخل البنود مش واضحه. دي حاجه، دي من ضمن العيوب. حاجه تانية من ضمن العيوب اني الباقه سعرها عالي جدا. ازاي يا باشمهندس سعرها عالي جدا؟ يعني مثلا لو جينا مثلا نبص في الباقه اللي سعرها 5000 جنيه، الباقه سعرها 5000 جنيه دي مستحيل هتلاقي ان فيها جبسون بورد للشقه بالكامل، مستحيل انك هتلاقي فيها تاسيس تكييفات للشقه بالكامل، مستحيل انك هتلاقي فيها تاسيس بورسلين او تركيب بورسلين مثلا 600 700 جنيه المتر سعره عالي مثلا للشقه بالكامل. طب ازاي؟ هتلاقي حاجات واطيه كتير. انت لو عاوز تروح للحاجات العاليه دي هتضطر تشتغل على باقه ب 10000 جنيه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الواحده عندك هتخش في مليون جنيه وتكسر المليون جنيه كمان عشان تعمل الحاجات اللي انت بتحلم بيها، الحاجات العاليه جدا. ده برضو عيب. هتقول لي عيب ازاي؟ طب ما هو على حسب ما انا هشتغل. انا اشتغلت بحاجه واطيه ب 5000 انا عارف امكانياتها، اقول لك لا. اقول لك العيب فين؟ اقول لك انت مش فاهم كويس ان العيب ان انت لو اشتغلت بباقه ب 5000 هتعمل حاجات كتير انت مش حاببها ان هي عاوز اعلى منها، وهتكلف يجي 500 600 الف جنيه الوحده، في حين ان انت ممكن بال 600 الف دول تعمل اعمال اعلى من الباقه. يعني معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان الباقه مثلا هل بتبقى اوفر شويه؟ لا مش اوفر، هو الشركه او المكتب بيحمي نفسه من التضخم بتاع الخامات، زائد ان هي الباقه طبعا فيها مكسب كبير. ده من ضمن عيوب الباقات.
زائد بقى ان تنفيذ بند مش بياخد حقه كامل. يعني كل بند المفروض لو انا عاوزه بقى بمواصفات عاليه، ففي الباقه بيحاولوا يلموا البند على قدر الامكان، ما بيبقاش فيه عيوب طبعا ولا اخطاء، بس بيتلم يعني ايه، ما بيبقاش افضل حاجه يعني. طيب نيجي نتكلم في النظام التاني وهو نظام نسبه الاشراف، سواء نسبه اشراف ثابته او سواء نسبه اشراف متغيره. يعني ايه الكلام ده؟ نسبه اشراف ثابته، والله المقاول المهندس او المكتب بيقول لحضرتك انا هاخد مثلا في تشطيب الشقه دي 40,000 جنيه نسبه اشراف، مقابل ان انا هشرف على الشغل كله واتابع الاعمال كلها واورد لك كل حاجه، بس انت هتحاسب على الخامات والمصنعيه. دي نسبه ثابته. نسبه متغيره بيبقى اتفق معاك المكتب على نسبه متغيره 10%، 20%، 15%. طب الشائع في السوق ايه؟ الشائع في السوق من 15 ل 25، 15 20 25. طب اقل من 15 يبقى في ايه؟ في لعب في الموضوع، في في الموضوع، بس مستحيل تكفي متطلبات المهندس الموقع والاستشاري ومهندس الجوده وكل ده كله في 10%. يبقى انت معاك من 15 20 25%. طبعا كل مكتب وكل قدرته وكل خبرته يعني وكل مكانته في السوق وشهرته بيتحدد تكلفته. في مكاتب بتلاقي 25% وبيجي لها عملاء ليه مشهوره جدا، في مكاتب مش مشهوره قوي ب 15% وب 20%. طيب نسبة الإشراف اللي هي مش ثابتة اللي هي 15%، هنا العميل بيحاسب على الخامات والمصنعية، سواء المهندس أو الشركة وردت له الخامات هو بيحاسب عليها، وبتعرفه أسعار المصنعيات قبل الشغل مباشرة وهو بيحاسب عليها، أو هو بيجيب المصنعيات والخامات والشركة ما هي إلا بتشرف على الشغل علشان تضمن جودة الشغل. فأي شركة عموما ليك الحق إن أنت تجيب صناعية أو تجيب عمال، وليك الحق إنك تجيب الخامات، مفيش مشكلة. هي الشركة بكل شفافيه وكل وضوح، الشركه المحترمه بتقول لك انت معاك الخيارين، يا تجيب الخامات والمصنعيه يا اما احنا نوفرهم لك وبنعرفك اسعارهم قبل ما نجيبهم، والخامات طبعا بتوفرها لك على حسب ما انت عاوز، وبتقدر توفر لك خصومات على قد ما تقدر من اكتر من مكان. يبقى الخلاصه بتاعت الكلام ده كله ايه؟ علشان انت ما تتوهش مني، خلاصه الكلام ده كله الباقات بيبقى ثمن الباقه لها سعر متر بضربه في الوحده مساحه الوحده. لو عندي الباقه ب 5000 ومساحه الوحده 100 متر، 5000 في 100 متر ب 500,000 جنيه كده الشقه بالباقه. طب الاعمال اللي هتتم ايه؟ مرصوصه في الباقه، مكتوبه واحده ورا واحده ورا واحده، مكتوب في السباكه هنعمل كذا في تاسيس وتشطيب، في الكهرباء هنعمل كذا تاسيس وتشطيب، كل البنود بتاعه التشطيب مكتوبه في الباقه، يبقى انت عارف هتستلم الوحده على ايه. ده نظام الباقه. نظام نسبه الاشراف انت بتتحكم في الشغل، تعلى بالخامات توطى بالخامات، المهندس او الشركه ما هي الا بتشرف على الاعمال اللي انت بتبقى عاوزها وبتاخد نسبه في الاخر. لو نسبه 10% او 15% زي ما بنقول اقل حاجه، عندنا مثلا الوحده صرفت 100,000 جنيه يبقى اجر الشركه 15,000 جنيه، الوحده صرفت 200,000 جنيه يبقى اجر الشركه 30,000 جنيه مقابل الاشراف على الاعمال. طبعا الخامات زي ما قلت لحضرتك انت بتجيبها او الشركه بتجيبها لك، سواء بقى نسبه ثابته او سواء النسبه 15 20 25 الكلام ده كله. دول الثلاث انظمه. في نظام رابع، نظام مقايسه، بيجي المكتب يعمل لك مقايسه تفصيليه ويعتبر شبه الباقه، ولكن النظام المقايسه دوت بيقول لك يا فندم انت طلباتك ايه؟ انت عاوز ايه عشان اعمل لك بيه تسعيره عشان تحاسب عليها توتال ونظبطها لك. يعني ازاي؟ يعني مثلا انا متطلباتي الشقه كلها بورسلين، متطلباتي الشقه كلها جيبسون بورد، متطلباتي الشقه كلها شطر، متطلبات الشقه كلها مثلا فيها ساوند سيستم. تبدا تقول متطلباتك كلها وبيبدا يعمل مقايسه عليها خامات ومصنعيه ويقول لك والله المقايسه هتكلف 800,000 جنيه، تكلف مليون، يعتبر قريبه من الباقه. يبقى انت توتال عندك نظام مقايسه ثابته، نظام نسبه اشراف ثابته او نسبه اشراف متغيره، عندك نظام الباقات. الاربع انظمه او الثلاث انظمه يعني يعتبر نظام نسبه الاشراف الثابته ونسبه الاشراف المتغيره يعتبر نظام واحد، فانت عندك ثلاث انظمه شائعين جدا في السوق. طيب انا بقى كعميل الخلاصه بتاعت الكلام ده كله بقى اختار اي نظام؟ بص يا فندم، انت لو عميل عاوز تريح دماغك من وجع الصداع وايه يعني تبقى غاليه وابقى عارف انا هاخد ايه وهعمل ايه واخلص من الموضوع، يبقى بتشتغل بنظام باقه، بتختار الباقه اللي هي مناسبه معاك، حتى لو غاليه شويه يبقى انت عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، وبتقفل باب وبتقفله تمام. طيب انت لو عميل مثلا حابب تعلى في حاجات وتوطى في حاجات وعاوز تشتغل وتبقى شايف كل حاجه وهي بتتم قدامك عشان تبقى مطمن، تلجأ لنظام نسبه الاشراف، لان نظام المقايسه الثابته ونظام الباقات يعتبروا قريبين من بعض. دول بتدفع مبلغ كبير جدا مقابل انك بتستلم الوحده على طول على المفتاح. لكن في نسبه الاشراف انت هنا بتبدا ايه؟ تشرف بنفسك على الحاجه اللي بتتعمل مع المهندس، تستلم بند. وفي ميزه رهيبه جدا في نظام نسبه الاشراف، الا وهي ان انت بتبقى متفق مع المكتب او الشركه انك بتنفذ بند. طب الشركه ما عجبتكش في اول بند، بتفسخ العقد معاها فورا
وتشوف شركه تانية، تبقى انت مطمن كل بند بيتم على اكمل وجه. حصل حاجه، لعب في حاجه، لعب في خامات، حاسس ان في حاجه غلط في الموضوع، بتلحق نفسك على طول وبتفسخ العقد مع الشركه وبتكمل مع شركه تانية. فدي برضو من ضمن مميزات نظام نسبه الاشراف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.